السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي طلعت بره مصر وسندت في خراب مصر وحرضت على الخراب والدمار لمصر، وبالنسبة للمرشحين اللي هم في أملهم إن الناس دي ترجع للساحة تاني ويرجعوا مصر بعد ما دمروها وأخرونا 20-30 سنة، فردا على أي حد بيفكر إن الخونة ترجع للوطن أيا كان يسمع الكلمتين دول. الناس العملاء اللي خانتها مش ممكن ترجع يوم ليها، ولا يمكن نسمح بوجودها وترابها تلمسه بإيديها. في الماضي قتلوا شهدائنا، واليوم بيساندوا في أعدائنا، وكمان بتشجع لعدائنا. بكرة الأيام هتوريها الناس العملاء اللي خانتها مش ممكن ترجع يوم ليها. من بره بتعلن وتحرض في الشعب عشان يخرب بلده، مش ممكن يوم فيها نفرط والأب هيسند مع ولده، ولا يمكن نسمع لكلامهم. بيدسوا السم في إعلامهم، يا ويلهم ويا ويل أيامهم. دي بلدنا المولى اللي راعيها، الناس العملاء اللي خانتها مش ممكن ترجع يوم ليها. صناع للكذب وبتصدق، أكاذيبهم ناس من رعاياهم، من غير في كلامهم ما تحقق ولا تعرف تخطيط نواياهم. هما التضليل دول لعبتهم، والكده فيه كام دولة سابتهم يلعبوا بعقولهم من بره بالكذب وبيلوثوا فيها. الناس العملاء اللي خانتها مش ممكن ترجع يوم ليها، مش ممكن ترجع. هتدمر في بلدنا وده مخطط ليها. الخاين عمره ما بيعمر، ده عقيدته وتربى عليها. ما يحبش ابدا غير نفسه، وبيكره كل اللي ينافسه، وعمرها بيكتم على نفسه، علشان كده بيدمروا فيها. الناس العملاء اللي خانتها مش ممكن ترجع يوم ليها. الله الله على أولادها، يحرسهم رب ويرعاهم. دايما بتنمي في مواردها، سبحانه بالعزم عطاهم، وعطاهم إصرار وعقيدة. إزاي يفتحوا صفحة جديدة مع ناس بتدمر في بلدهم؟ دي لا يمكن تسكن أراضيها. الناس العملاء اللي خانتها مش ممكن ترجع يوم ليها. وده رد الشعب المصري، وده رد الشارع المصري على أي شخص كان يفكر إن الخاين يرجع للوطن ويعيش فيه تاني. وده كده في آخر الفيديو، وكنت معاكم فكري السيد في كلمتين في حب مصر. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.